بقول لكم ايه، عارفين الصور اللي بتشوفوها على الباك جراوند الديسكتوب؟ ما تيجي اوريها لكم. عزيزي المشاهد اللي بتتفرج على الفيديو ده من اي مكان في العالم، لك ان تتخيل ان الشط اللي انا واقف عليه دلوقتي حالا ده شط عام. يعني انت كزائر او مواطن ليك الحق ان انت تمشي في الشط ده، حتى لو في فندق، في مبنى، لو بتمتلك فيلا، فمش من حقك ان انت تمنع الناس ان هم يمشوا على الشط العام ده. بكلمكم من الكاريبي. ثانية واحدة بس كده، انا لازم اقول لكم الاول ليه قررت اسافر الكاريبي. ما المانيا يعني حلوة قوي في الشتاء يا جماعة. هوب، وقف لي بقى كده. ايوه، هي دي اللحظه اللي انا قررت فيها ان انا لازم اسافر. محتاج اتدفى شويه، محتاج شمس وبحر، انا محتاج اجازه. وبما اني زي كتير من الناس بيك فان اوف ذا Pirates اوف ذا كاريبيانز، عملت سيرش كويس ولقيت الدومينيكان ريبابليك من احلى الاماكن اللي انت ممكن تزورها هناك. جو تروبيكال، مش تلج زي المانيا، بس للاسف هحتاج اسافر اكتر من 16 ساعه. واخيرا بعد 9 ساعات طيران عملنا لاندنج في بويرتو بلاتا، وخدنا الباص عشان نتحرك على الاوتيل. واحنا بنتفرج مع بعض على الطريق، خليني اقول لكم شوية حقائق عن جمهورية الدومينيكان. طبعا جمهورية الدومينيكان بتبص على المحيط الأطلنطي من جهة وعلى البحر الكاريبي من جهة التانية، وهي بتعتبر أقدم مستعمرة أوروبية في الأمريكتين، وده بيرجع لأن كريستوفر كولومبوس أول أرض وصل لها في العالم الجديد أو في الأمريكتين كانت جمهورية الدومينيكان. ولو أنت من محبي الرأس اللاتيني، فالدومينيكان ريبابليك هي مهد الميرينجي والباشاتا. الطبيعة في الدومينيكان ريبابليك جميلة ومتنوعة. هتلاقي فيها الشواطئ الرملية، الجبال اللي أعلى من 3000 متر، أو حتى غابات في تعابين، وعشان كده هناك الأكتيفيتيز جميلة ومتنوعة. وصلت الأوتيل وكان الاستقبال والتشيك إن سهل وسريع جدا. موقع الأوتيل كان تحفة، الستاف كانوا سوبر فريندلي وسوبر بروفيشنال، الفاسيلتيز كانت كلها جديدة ومتصينة، الأكل كان دايما متنوع، والبحر كان أكنه حتة من الجنة. لو انت مهتم وعايز تعرف اسم الاوتيل، هنزل الريفيو بتاعي كامل عن الاوتيل قريب في فيديو، وهحطه تحت في الديسكريبشن وفي الكومنتس. الفيديو ده خصوصا لو انت بتدور على مكان للهانيمون او هتسافر الدومينيكان ريبابليك قريب. الكوكونات بيمثل جزء مهم جدا من ثقافة وهوية الدومينيكان ريبابليك، بس عارفين بقى ايه الاهم من الكوكونات؟ ان انت تعمل سبسكرايب وفولو عشان تشوف كل الفيديوهات الجديدة اللي بتنزل على قناة صديقش. واحنا كنا بنقول ايه؟ صح، الكوكونات. الكوكونات بقى يا سيدي ده حكاية، خصوصا لما بتاخده فريش لسه مقطوف من على النخلة. قابلت الراجل الجميل ده بيبيع كوكونات على شط الاوتيل، خلينا نشوف مع بعض ايه حكايته. الراجل الطيب ده يا جماعة بيبيع كوكونات على البحر، وهشتري منه واحدة كوكونات، الواحدة ب$2. هنشوف ازاي بقى هو هيقطعها دلوقتي. يا سلام. بص عاملة ازاي، بص مليانة مية ازاي. طعمه حلو قوي بصراحة، هو قريب من، مش عارف اوصفه ازاي، تحسه قصب بس مش مسكر قوي زي القصب، في طعم مميز كده، جميل. من جمهورية الدومينيكان، الراجل ده جامد جدا يا جماعة. تمورو ها. الراجل الطيب ده بقى بيجيلي كل يوم يبيع لي كوكونات ب$2، يطلع فوق النخلة يجيبها ويقطعها ويديها لي عشان اشربها او اكلها. وحكالي ان هو طول عمره على الشط ده بيشتغل، وبال$2 دول قدر يحوش ويشتري بيت ويعيش حياة كريمة. مش بس الشط في الدومينيكان ريبابليك اللي حلو، كمان البحر. وده لان المية هادية والجو جميل تروبيكال، تقدر تستمتع بيها. بس خد بالك وانت بتعوم في البحر، ما تنساش لان في كائن كمان من اكبر الكائنات على الارض بيستمتع معاك بالجو التروبيكال. الدومينيكان ريبابليك يا سيدي من اشهر الاماكن اللي تقدر تشوف فيها الحوت الاحمر، لانه بيبقى جاي هجرة من المناطق الشمالية الباردة للجو التروبيكال. يعني ما طلعتش انا لوحدي بس اللي جاي صيف، كمان الحوت الاحمر. في الرحلة دي أنا اتعلمت حاجات كتير قوي عن الدومينيكان ريبابليك، وأهمها إن أنا لازم أرجع لها تاني.
صديقي لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل له شير مع صاحبك، شير مع صاحبتك، مع بابا وماما، مع خالته اللي نفسها تسافر الكاريبي. بس خلاص، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.